ولا حاجة شكرا. أنا جاي وعشمي في الله وفي حضرتك. بصراحة محتاج دعم اقتصادي منك. شركتي وبيتي محجوز عليهم من البنك. كنت ساحب قرض وللأسف دخلت في مشروع وخسرت، وفي المقابل تقدر تعتبر المشروع ده ملكك، ده لو عجبك بإذن الله. حازم بيناول أحمد الملف. أحمد بيبصله باستغراب وبيفتح الملف، وبعدها بيبرق بصدمة. انت بجد هتفرط في مشروع زي ده؟ والله لولا الظروف اللي أنا فيها ما فرط في تعبي. المشروع ده تعبت فيه 7 سنين، وللأسف خسرت كل حاجة بسببه. للأسف ما أقدرش أقبله تحت أي ظرف. أنا مش ببني مستقبلي على حساب احتياجات غيري. بس عندي فكرة حلوة، مستعد أدخل معاك في شريك، لكن مش هكون مالك أساسي. هقدم دعم اقتصادي للمشروع كويس جدا ويستحق الدعم. حضرتك بتتكلم بجد؟ قولي عليك قد إيه للبنك وأنا تحت أمرك، واعتبرهم قرض بره المشروع ده، ولما المشروع إن شاء الله ينجح ردهم. طب وانت هتساعدني كده من غير مقابل؟ هو مين قالك من غير مقابل؟ انت شكلك مش مركز في كلامي. انا قلت هدخل شريك في مشروعك، واظن مقابل عادل لينا احنا الاتنين. قلت ايه؟ موافق طبعا، وشكرا جدا لحضرتك. بجد مش عارف اقولك ايه. ربنا يكرمك، وباذن الله هشتغل ليل ونهار على المشروع ده، وبوعدك مش هخيب ظنك ابدا. متاكد انك مش هتخيب ظني، وحط في بالك مش عشان خسرت مرة تحكم على نفسك بالفشل. الفاشل هو اللي يقع وما يحاولش يقوم. واوعى تفرط في تعبك وحلمك من أول خبطة. مشروعك يستاهل تحارب عشانه. أكيد يا فندم، وبشكرك جدا بجد. انت ما تعرفش مساعدتك دي هتغير حياتي قد ايه. بجد شكرا. وبعد شهر في الجامعة كانت ماشية ملك وماسكة ملف مع شيماء. بجد أنا مش مصدقة نفسي. الدكتور حازم اتغير معايا قوي وبقى يكلمني كويس. هو ممكن يكون حبني زي ما أنا ما بحبه؟ ملك، هو أنا مش شايفة حاجة مميزة في تعامله معاكي. بعترف إنه اتغير شوية وبقى يهزر ويضحك، بس ده مع الكل مش معاكي لوحدك. بلاش بقى تعشمي نفسك في حاجة. طب يا أختي تعالي معايا اديله ملزمتي عشان نسيتها في البيت امبارح. ملك، أنا مش عدوتك والله، ولا أكرهلك الخير، بس أنا خايفة عليكي ومش عايزاكي تعشمي نفسك في حاجة عشان ما تتجرحيش في الآخر. طب ماشي خلاص، قفلي بقى على السيرة دي. شيماء بتبصلها بزعل وبتسكت. وفي مكتب حازم كان قاعد حازم ومراد مع بعض. بقولك ايه، ما تظبطني كده مع الأستاذ أحمد ده، أنا عايز أتقدم لأخته. بصراحة عجبني قوي. مراد، اتكلمنا قبل كده في الحوار ده، وأنا قلت لك وهرجع أقولها لك تاني، أنا أمشي في جنازة وما أمشيش في جوازة. ثم أنا حاسس إنك في دماغك حاجة مش موضوع حب وجواز وكلام من ده. عشان كده خليني أنا بعيد عن الراجل وثق فيا وفي شغلي ومش